السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحل الفنان صالح العويل عن عالمنا اليوم داخل إحدى المستشفيات عن عمر يناهز 78 عام بعد صراع امتد لفترة طويلة مع المرض. تعرض الفنان الراحل في الأيام الأخيرة لوعكة صحية شديدة، نقل على إثرها إلى المستشفى حيث أدخل العناية المركزة بسبب قصور في القلب وانسداد في الشريان التاجي، وخضع خلال الأسابيع الماضية لمتابعة طبية مكثفة قبل أن توافيه المنية. وكشف هشام صالح نجل الفنان الراحل عن تفاصيل وضع والده في أيام الأخيرة، موضحا أن حالته كانت تحت المراقبة المستمرة من قبل الفريق الطبي داخل المستشفى. وأضاف أن والده تلقى العلاج خلال الفترة الماضية لكن حالته الصحية تدهورت بشكل مفاجئ. أشار نجل الفنان إلى أن نقابة المهن التمثيلية كانت على تواصل دائم معهم، وكان صالح العويل رحمه الله قد تعرض لجلطة في المخ قبل عدة أشهر لكنه تعافى وعاد إلى العمل الفني، حيث شارك مؤخرا في تصوير مسلسل كان من المقرر عرضه في رمضان 2025، وظهر في كواليس العمل برفقة الفنان ياسر جلال أثناء تصويره أحد المشاهد. نسأل الله جل وعلا أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. نشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.